كان أصبح رهين لا سيما في السنوات الأخيرة، وأنت أكيد السيدة الوزيرة على اطلاع بهذا الملف. نقطة أيضا مهمة تتعلق بالجوانب الاجتماعية بالنسبة للأستاذ في قطاع التربية، وتتعلق بقضية أموال الخدمات الاجتماعية. كيف تنظرين لها؟ وهل يعني هذا الملف سيتم حله؟ لأنه لاحظنا أنه يتسبب أيضا في كثير من المرات في نفس يعني المشاكل ذات العلاقة بالإضرابات إلى غير ذلك. فهذا الملف على كل حال بالنسبة شخصية مازال ما اطلعت عليه. نعم. ولكن نعرف باللي ماهوش مسير من طرف الوزارة. الوزارة. فالوزارة تراقب، وكاين كل الآليات باش تتبع وتصبح مسؤولية يعني الشركاء. ولكن كذلك نتحاوروا كذلك على هذا الملف فنفتحوا يعني، لأنه المشاكل يعني الوزارة هل ستبقى متفرجة؟ لأنه المشاكل في الأخير تضر الوزارة وتضر التلميذ. فالشيء اللي قلته أن غادي نتناقشوا عليه باش تكون عندي يعني نظرة. وانا جيت في مدة الامتحانات. نعم. فنجم نقول لك باللي مازال ما اطلعت تماما على هذا الملف. جيد. باقي تقريبا نقطتان أساسيتان. قضية النقل المدرسي، لاحظنا أنه في بعض البلديات، لا نتحدث عن العاصمة لأن الجزائر ليست العاصمة، بلديات كثيرة متنوعة أكثر من 1540 بلدية، فيه يعني عدم مراعاة لشروط النقل بالنسبة للتلميذ يعني اللي يتنقل في هذه المناطق. هل سيتم إعادة النظر في هذا الموضوع؟ نقل مدرسي يعني مثلا الظروف، تحسين ظروف التلميذ، لأنه التلميذ إذا كان يعني لم يتنقل بطريقة يعني مريحة ولم يعني يتم تدريسه بطريقة مريحة، صعب أيضا أن نطلب النتائج الإيجابية منه. توتافي ونأخذ زعما الوزارة تهتم بهذا الميدان بدقة. فمع يعني قطاعات أخرى فنحاولوا باش نحلوا هذه المسألة في كل في كل منطقة اللي تنطرح. يقولوا يلعب دور كبير جدا في في النجاح التلميذ. ولكن ما نقدروا نفتحوه كقطاع وحده. يعني احنا مع وزارة الداخلية مع وزارات الأخرى نحاولوا يعني باش نقوموا بعملية مشتركة مع باقي القطاعات الأخرى باش نوفروا يعني الشروط اللازمة لهذا الطفل. سيدة الوزيرة، هل تأثرتي بصراحة يعني من هجمة الصحافة الجزائرية بعد تعيينك، لا سيما قضية الحديث عن الأصول؟ هل تأثرتي؟ افتجأت على كل حال، افتجأت لي بما أنه ما جيت ما كان عندي حتى يعني كيش نقولوا ما تكلمت على بعض الأشياء، وصبحت يعني مهتمة. يعني ظهر لي باللي أن بعض الشخصيات نظن باللي ما عندهمش معرفة دقيقة حول القطاع التربوي فين راه وصل الآن، وراه عندنا مكاسب كبيرة جدا. يعني لما نشوفوا بدقة كل الملفات، شوف باش نقولوا تو لي زانغريديون سون لا، وغادي نحاولوا من خلال جوستومون هادو لي ساسيز باش نعطيو جلسات باش نعطيو يعني واحد نوع من هاد القفزة النوعية، باش يعني المدرسة تتخلى تماما ببعض اتهامات و دو سكون ابل ان بو لي فو بروسي. لماذا تعرضتي لهذا الهجوم؟ أنا نظن باللي بالك باسكو أنا امرأة وكذلك يمكن باللي أنا عندي نوع بلا ما نفتخر يعني، ولكن عندي معرفة للنظام التربوي، ويعني شاركت في عدة لجن ما بين لو كونساي سوبيريور. يعني تقصدين ممكن تصفية حسابات من البعض مثلا؟
انا نظن باللي ماشي تصفيات، ولكن بالك كان تخوف من طرفهم. وانا نجم نقول باللي اذا في الجانب يعني اللي كنتكلموا عليه باللي كاين هجم ويمكن اللغه العربيه راه في خطر، سي فريمون راهم غالطين تماما. بما ان انا جزائريه، ولادي قراو في المؤسسات العموميه هنا في الجزائر، وعندنا غير جنسيه وحده انا وولادي، با كوم سيغتان. ونقول باللي المستقبل فهو مبني على المبادئ السياسيه اللي هي تحافظوا عليها، واللغه العربيه اللغه الوطنيه لغه التعليم لابد تحسينها، ولابد ان التلميذ الان لما يخرج يكون مهني براسو ويعرف يعني شغلو يتصل يتحاكى، ونفرقوا ما بين اللغه الشفويه واللغه الكتابيه. نعم. ما نخلطوش مع بعضهم بعض اكسترا اكسترا. طيب، رسالتك مباشرة للتلاميذ الذين يجتازون امتحانات شهادة البكالوريا، تفضلي. فنقول باللي هاد التلاميذ ان الاغلبيه يعني شغلت وخدمت داخل المدرسه وخارج المدرسه، حتى هما عارفين باللي البكالوريا تصبح يعني مفتاح اللي يدخلوا بها الجامعه، ولا كذلك يعملوا حاجه اخرى اللي يبغيو. لابد ان ما يكونوش متخوفين، وما يقراوش بزاف يعني بعض المعلومات ما عندهم اي اساس، ويكون عندهم ثقه في نفسهم، ويثقوا كذلك فينا. نعم. ويثقوا في الاولياء. هل أنت متفائلة بنسبة النجاح؟ متفائله، ما نقول لي خدم ينجح إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيدة نورية بن غبريت، سيدة وزيرة التربية الوطنية. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشيق ورحابة صدرك. إن شاء الله نلتقي في ما بعد البكالوريا في مواعيد قادمة بإذن الله. شكرا سيدتي. شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل على متابعتكم هذا اللقاء الخاص. نلقاكم بإذن الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.